ازاي بتحمي نفسك بعد استقبالك للحالات اللي بتجيلك؟ حالتي النفسية صح؟ الحالات النفسية. السؤال ده عميق كبير ده. بص، احنا اصلا المفروض اي حد بيشتغل في الجزء النفسي سواء ارشاد نفسي او اخصائي نفسي بيعمل ايه؟ بيقعد فترة يتابع مع طبيب نفسي او مع مرشد نفسي اعلى منه، علشان يبدأ ينظف اللي جوه هو كمان زيه زي ما هيتعامل مع الناس. فدي خدت مننا سنين طويلة قوي. رقم 2، ما بنعملش اسقاط على الحالات اللي معانا، دي حاجه مهمه قوي. يعني ايه؟ يعني الحاله اللي جايه لك مالكش دعوه بيها، هي بتتعامل مع اهلها ازاي، مع زوجها ازاي، انت بتسمع الحاله بتساعدها وبتطلع من باب العياده او من باب المكان اللي انت فيه، مالكش دعوه كانك ما سمعتش حاجه، علشان تقدر تتعامل مع الناس اللي معاك في بيتك او في حياتك. خلاص. حاجه مهمه كمان، لازم نفضي اللي جوانا قبل ما نروح بيتنا. يعني ايه نفضي اللي جوانا؟ يعني معانا دايما ورقه وقلم. احنا من اكتر الناس اللي بتكتب، المفروض الناس اللي عايزه تشتغل صح او عايزه تبقى سويه نفسيا. ما هو خلي بالك، الناس اللي شغاله في المجال ده للاسف الشديد ممكن اصلا يكونوا يعني يتحولوا لمرضى نفسيين بسبب كتر المشاكل اللي بيسمعوها. وهتلاقيه واضح قوي في بعض الستات اللي بتقعد تسمع مشاكل غيرها، لانها بتبدا تعمل ايه؟ تاخد المشاكل دي تحطها في بيتها، او تاخد المشاكل دي تضغط بيها نفسيا، فتقول لك انا مبقتش طايقه اي حاجه، مبقتش طايقه اسمع اي حاجه. احنا ما ينفعش نعمل كده لان احنا متخصصين. أكيد. فبيجي لك ايه بقى؟ بتفنط كل اللي انت جواك، بتفرغ كل اللي جواك في ورق، بتبدا تعمل، لازم يكون ليك وقت معاك لنفسك كده قبل ما تدخل البيت، كل ده متنفض كده بره قبل ما تدخل البيت. فشويه تكنيكات كده، بس عايزه بس صبر أكيد بقى الموضوع وعايزه شغل. صعب. هو يعني بيحتاج بس تدريب انك تتدرب عليه، تمام. عشان تعرف يعني ايه تفصل بين نفسك وبين الحاله اللي معاك في الجلسه. تمام. انك ما تبقاش قاعد طول الجلسه بتقول ايه، طب ما ممكن فلان الفلاني يعمل معايا نفس اللي ده عمله معاها مثلا، طب ما يمكن ولادي يعملوا كده. الموضوع ده بيعوز ممارسه وتدريب، لان هو خد مننا وقت طويل يعني.